أم الموز يطلقون عليها هنا في مزرعتها الصغيرة في العاصمة الصومالية مقدشو، مزرعة كانت تغلف الخضر والفاكهة قبل أن تنحصر فقط في تجارة الموز وتوزيعه على الأسواق المحلية وتصديره إلى الخارج. قصة حرسية عبد الله جزء من معاناة سيدات كثيرات في الصومال بعد الحرب الأهلية، فكثير منهن انخرط في أسواق العمل بحثا عن قوت لأطفالهن، ما دفع هذه السيدة إلى تأسيس شركتها التي توظف اليوم عشرات الشباب بعيدا عن مستنقع الحروب والرصاص. بعد اندلاع الحرب الأهلية انتفضت الصوماليات لتدبير قوت أطفالهن من خلال بيع الفحم والشاي في الشوارع، ولولا المرأة لبقي الكثير من الأطفال من دون تعليم، وبهذا أصبحت المرأة المعيلة والمربية في آن واحد. حكاية حرسية ليست وحدها التي تلخص كفاح الصوماليات، فهنا الطالبة الجامعية سميرة تعمل في مجال تصميم الأزياء النسوية. عملها الدؤوب لا يكتمل من دون خياطين مهرة يحولون رسومها إلى ملابس توازي في جودتها تلك المستوردة من الخارج. التوفيق بين متطلبات العمل وتصميم الأزياء والدراسة الجامعية لا يمثل صعوبة بالنسبة إلى تحقيق هوايتي المفضلة، لكن تواجهني أحيانا صعوبات قاسية جدا، ومع ذلك نواصل عملنا لسد حاجات أسرنا. كفاح المرأة الصومالية لا يمر مرور الكرام من دون عقبات وتحديات جسيمة، فالعاملات في أسواق مقدشو وفي تنظيف شوارع العاصمة يواجهن ظروفا صعبة. لولا الأم ولولا الجدة ولولا الخالة ولولا العمة لما كان وضع المجتمع الصومالي اليوم بهذا الشكل. لماذا؟ لأنه الحرب نتج عنها آثار كثيرة وأضرار كثيرة، ولولا المرأة لكانت الآثار أكبر وأكبر مما نشهده اليوم. كفاح المرأة في الدول التي تقع في فخ الحروب هو خيار صعب بالنسبة للجنس اللطيف، لكن استمرار حال اللادولة في الدول ما بعد الحرب الأهلية هو ما يميز الصومال عن غيره، ما يبقي المرأة الصومالية أسيرة بين المنزل والسوق. شافعي محمد، مقدشو، الميادين.